اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى شوفوا وصفتنا السهلة البسيطة النهاردة عملناها ازاي من لفة جلاش. عملنا أحلى صوابع جلاش بالجبنة. شايفين الجمال؟ حاجة كده بسم الله ما شاء الله من الآخر. شايفين شكله واخد اللون الذهبي الجميل وكمان طعم روعة. من لفة جلاش أو نص كيلو جلاش الموجود عندك بتعملي بيه أحلى صوابع جلاش بالجبنة. شايفين شكله بسم الله ما شاء الله. وصفة سهلة وبسيطة. شايفين صوابع الجلاش بجد طعمه تحفة. مقرمش كده من بره وطري كده من جوه. والطعم الجبنة فيه تحفة. حاجة كده تغيير غير اللحمة. ممكن تعملي للولاد في المدارس ياخدوا في اللانش بوكس. بدل ما تكلفي نفسك سندوتشات ما هي من لفة جلاش هتأكلي العيلة كلها. شايفين؟ طبق جميل ممكن تعملي جنبه أي حاجة كمان. ويكون على الغدا وجبة كده سهلة وسريعة. ده نص كيلو جلاش انت ممكن بقى تكتري الكمية تقلليها براحتك انت. طبعا من غير لبن ومن غير بيض. شايفين؟ وهي وجبة اقتصادية بجد وتحفة. لا حطينا لبن ولا البيض ولا أي حاجة خالص. تعالوا بقى نشوف المكونات كده مع بعض. معايا لفة جلاش دي نص كيلو انتي زي ما قلتلك اعملي الكمية اللي انت عايزاها. ومعايا علبة جبنة اي نوع جبنة انت بتحبيه جبنة موتزاريلا. معايا فلفل بارد وحامي. طماطمية مقطعة كده مكعبات صغيرة ومصفية منها المية. اهم حاجة ما تكونش فيها مية علشان ما تطريش الجلاش معاكي. ومعايا هنا الزبدة او سمنة الموجودة عندي. في بولة كده هنزل بعلبة الجبنة. اي نوع جبنة بتحبيه اعملي بيه. نزلت كده بعلبة الجبنة. ههرسها كده كويس بالمعلقة. افكها كده من بعضها. هنزل بالطماطم. هقلبهم كده كويس مع بعض. بعد ما نزلت بالطماطم بنزل بالفلفل. لو عندك فلفل الوان ممكن تضيفي. لو عندك زيتون ممكن تضيفي. الموجود عندك. وهنزل بالجبنة الموتزاريلا.
هنزل بشوية كده من الفلفل الأسود عشان نطعمها، لأن طبعا احنا حاطين خضار، لازم شوية توابل وشوية ملح وشوية من الكمون. هنزل بمعلقة كده من السمنة علشان تفك الحاجات دي معايا كده وتديها طعم. قلبتهم كده كويس مع بعض زي ما انت شايف، بجد والله طعمها تحفة، من غير ما تجيبي لحمة وتكلفي نفسك. دي وجبة سهلة وبسيطة. قلبتهم كده كويس مع بعض. معايا لفة الجلاش، هنحاول نفكها كده بالراحة، هي كانت في الفريزر عندي. هبتدي اخد منها كده ورقتين. هفردهم كده كويس. دول طلع 3، شلت منهم واحدة كده. هفردها كده كويس. هدهنها كده سمنة خفيفة علشان تطلع كده مورقة وحلوة معايا. هاتني منها كده الطرف علشان لما احط في الجبنة يستحمل ويتلف معايا بسهولة. هندهن الطرف كده بالزبدة او بالسمنة، وابتدي بقى احط الجبنة. تكتري بقى تقللي دي براحتك انت. هنظبطها كده كويس. هنبتدي كده نلفها رول. هلفها كده زي ما انتوا شايفين. طبعا انا مش مكترة كده في الاخر كده علشان طبعا ايه ما تسيحش الجبنة معايا. لفتها كده زي ما انت شايفة.
الصينية دهنها سمنة. هنزل كده بالرول في الصينية. هعمل معاكم كمان واحد تشوفوه. طبعا انت لما تعمليه في ورقتين يعني بتكون خفيف وحلو، وكمان بيكون مورق معاكي، ما تكتريش اكتر من 2. ندهنها كده سمنة. وهنتني كده الطرفين كده الورق. هحط كمية الجبنة كلها كده زي ما انت شايفة. ونلفها رول كده. بجد بيكون مورق كده من جوه، تحفة. هنظبطه كده في الصينية. هكمل كل الكمية ونرجع نشوف مع بعض. بعد ما خلصت كل الكمية، شايفين ما شاء الله لفت الجلاش عملت صينية جميلة كده. هقطعها كده، انت بتقطعيها تكبري صغري براحتك انت. بندوس دوسة خفيفة كده علشان الجبنة ما تطلعش معايا. طبعا زي ما قلتلك، من غير لبن ومن غير بيض ومن غير اي حاجة خالص. دي اسهل وصفة واحلى طريقة بجد. قطعتها كده زي ما انتوا شايفين. هندهن الوش كده بشوية من السمنة. طبعا انا مسخنة الفرن دلوقتي. عايزة تحطي في المرحلة دي معلقتين زيت على السمنة، هيطلع معاكي كمان مقرمش وجميل. خلاص كده دهنا الوش كده بالسمنة او بالزبدة زي ما انت شايفة كده.
معايا هنا حوالي ربع كوباية من المية. دي ربع كوباية المية. طبعا لو عايزة تبدليها بربع كوباية لبن براحتك انت، بس انا جايبالك اسهل وصفة واسهل طريقة اللي هي مش هتكلفك اي حاجة خالص. حطينا فيها كده شوية من الكمون، شوية كده صغيرين من الفلفل الاسود، حاجة بس تطعمها كده. شوية كده من الملح. هقلبهم كده كويس مع بعض. بعد ما قلبتهم كده كويس هنزل عليهم زي ما انتوا شايفين كده، هسقي بكل الجلاش. مفيش اسهل من كده ولا اوفر من كده. يا دوب كده، هي ربع كوباية مية صغيرة زي ما انتوا شايفين. ما تكتريش عشان شايفين بقى لما دخلناها الفرن وطلعت بسم الله ما شاء الله حاجة كده تحفة. هي ما بتتأخرش حوالي ربع ساعة ويمكن اقل في الفرن، لان الجلاش ما بيستحملش النار. بتدخل الصينية كده على الرف الوسطاني، وبعد كده بتشغل الفرن بعد ما ياخد لون من تحت. بتشغل الشواية. شايفة بسم الله ما شاء الله. شايفين طلع اللون جميل ازاي؟ ولا بيض ولا لبن ولا اي حاجة خالص. مفيش اوفر ولا اسهل من كده. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة، واتمنى يكون الطريقة عجبتكم. لو عجبتكم بقى ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك علشان بإذن الله يوصل لكم فيديوهات. شايفين بجد مقرمش من بره وجميل تحفة. وما شاء الله عمل نص كيلو، عمل كمية حلوة قوي. ان شاء الله الطريقة تعجبك.